خليني بس اوصل الرساله كامل. انا بقول ده قطاع النقل دخل على 2 تريليون جنيه. حد يقول لي طب ما كنتش مش وقته ايه؟ معقول حد يبقى قاعد لا مؤاخذه مش عارف يعني ايه دوله وعايز يعمل معايا نقاش او يعمل نقاش مع الحكومه؟ ده اللي بيتكلم مش عارف يعني ايه دوله يا جماعه. هو اللي حصل في مصر خلال ال50 سنه اللي فاتوا ده كان عباره عن ايه؟ صدقوا بالله والله العظيم 3 الناس ما كانتش عارفه يعني ايه دوله. انا بحلف بالله، او عارفين بس مش قادرين بقى، مش قادرين يعملوا اللي احنا بنعمله ده زياده في قطاع النقل. لا يا فندم، هو الموانئ اللي احنا بنتكلم عليها في السخنه و 73 تحيا كيلو مصر و الكلام ده زياده؟ لا طبعا مطلوب يا فندم. لا مطلوب احنا أكتر انا منه. بتكلم يعني اصل انت كلامي وكلامك مجروح يا كامل يا وزير، مجروح. هيقول لك بيدافعوا. يا جماعه الدوله حاجه تانية خالص غير اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. وبصراحه يعني ده مشكله كبيره جدا في النقاش والتناول مع انا هقول لكم على حاجه. كنت بسمع احد المتخصصين في الاقتصاد وكان وزير سابق بيتكلم على المعاشات وبيقول الدوله ظالمه المعاشات. تخيلوا. طيب انا قلت للدكتور مصطفى لو سمحتوا اعملوا دراسه، لو كانت ال 400 مليار جنيه اللي خدتها الدوله من وزاره التضامن في الوقت دوت. اتفضل يا كامل.